الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، روى الطبري عن الطفيل بن مرداس يقول: إن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافة كتب إلى سليمان بن أبي السري واليه على الصغد كتابا قال فيه: اتخذ في بلادك فنادق لاستضافة المسلمين، فإذا مر بها أحد منهم فاستضيفوه يوما وليلة، وأصلحوا شأنه، وتعهدوا دوابه، فإذا كان يشكو نصبا فاستضيفوه يومين وليلتين وواسوه، فإذا كان منقطعا لا مؤونة عنده ولا دابة تحمله فأعطوه ما يسد حاجته وأوصلوه إلى بلده. فصدع الوالي بأمر أمير المؤمنين وأقام الفنادق التي أمره بإعدادها، فسرت أخبارها في كل مكان، وطفق الناس في مشارق الأرض البلاد الإسلامية ومغاربها يتحدثون عنها ويشيدون بعدل الخليفة وتقواه، فما كان من وجوه أهل سمرقند النصارى إلا أن وفدوا على واليها سليمان وقالوا: إن سلفك قتيبة بن مسلم الباهلي قد دهم بلادنا من غير إنذار، ولم يسلك في حربنا ما تسلكونه معشر المسلمين، فقد عرفنا أنكم تدعون أعداءكم إلى الدخول في الإسلام، فإن أبوا دعوتموهم إلى دفع الجزية، فإن أبوا أعلنتم عليهم القتال، وإنا قد رأينا من عدل خليفتكم وتقاه ما أغرانا بشكوى جيشكم، فأذن أيها الأمير لوفد منا أن يفد على الخليفة. فأذن سليمان لوفد منهم بالقدوم على الخليفة عمر بن عبد العزيز في دمشق. فلما وصلوا للخليفة وسمع منهم، كتب الخليفة إلى الوالي سليمان: فإذا جاءك كتابي أما بعد فإذا جاءك كتابي فاجلس إلى أهل سمرقند قاضيا ينظر في شكواهم، وإذا قضى لهم فمر جيش المسلمين أن يغادر المدينة، وادعوا المسلمين المقيمين بينهم إلى النزوح عنهم وعودوا كما كنتم. فلما قدم الوفد على سليمان أجلس لهم قاضي القضاة فنظر في شكواهم وحكم لهم وقضى لهم. عند ذلك أمر الوالي جند المسلمين بأن يخلوا له ديارهم، وأن يعودوا إلى معسكراته، وأن ينابذوهم كرة أخرى، فإما أن يدخلوا بلادهم صلحا، وإما أن يظفروا بهم حربا، وإما أن لا يكتب لهم الفتح. هذا من عدل عمر بن عبد العزيز، والحمد لله رب العالمين.